أعزائي المشاهدين، تتواصل التحديات، تتواصل الإثارة، يتواصل التنافس المثير بين أبناء القبائل. نذهب مع هذا الشوط وسادس الأشواط أو سابع الأشواط في تعداد أشواطنا الرئيسية في هذا اليوم. نذهب مع المركز الأول والشهيرية محمد بن داود التبعي، هي من سيطرت بالمركز الأول وانفردت بهذه الانفرادة المميزة. بينما المركز الثاني تنويه غانم بن علي الوهيبي في ثاني المراكز. المركز الثالث القدوم من هملوله يابر بن سالم الهديوي. والمركز الرابع في المركز الرابع شواهين سلام بن مكتوب الحكماني. لكن أعود إلى مقدمة الشوط. الله الله، هذه الشاهينية اللي انفردت بهذه الانفرادة بهذا التميز المثير. بالمركز الأول محمد بن داود التبعي بيضيف النقطة الثانية له في هذا الصباح وفي هذا الميدان بالمركز الأول. لكن حذاري التبعي هذه تنويه، أيضا تنويه هام في هذا الشوط مع تنويه ومالك تنويه غانم بن علي الوهيبي في ثاني المراكز. المركز الثالث مع يابر بن سالم الهديوي هملوله. المركز الرابع أيضا القدوم المميز مع شواهين سلام بن مكتوب الحكماني. لكن أعود إلى مقدمة الشوط. الله الله، هذه الشاهينية راحت بالناموس، راحت بالسلامات، بالانتصار. الله 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 الله، شوفوا النهاية، شوفوا النهاية لما جات الأوامر، لما جات التعليمات. محمد بن داود التبعي الله الله على هذا الأداء المثير مع الشاهينية والسلالة الشاهينية والدماء الشاهيني. والنهاية السرعة الجنونية عند خط النهاية. أيضا هملولة قادمة يابر بن سالم الهديوي. ولكن خلاص خلاص مع الشاهينية محمد بن داود التبعي. تهانينا له والناموس. المركز الثاني مع يابر بن سالم الهديوي هملولة. والمركز الثالث مع سلام بن مكتوب الحكماني. والتوقيت دقيقتين ثانيتين و75 قزم من الثانية. تهانينا والناموس المالك الشاهينية محمد بن داود التبعي على هذا الفوز والانتصار.